تعتبر موقعة جاليبولي واللي حصلت ما بين القوات العثمانية وقوات الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى في فبراير سنة 1915 واحدة من أعظم المعارك الملحمية في القرن العشرين، بل كمان تقدر تقول إنها من أكبر المعارك اللي شهدت إذلال وإحراج للبحرية الملكية البريطانية في تاريخها الحديث. حاجة كده زي هنروح نضرب إيران ضربة قوية مفاجأة، تنهار الدفاعات وتموت قيادات الصف الأول، هوب يسقط النظام الحاكم وتستسلم إيران، ناخد النووي وننهب البترول ونروح مبسوطين واحنا بنغني لحظة كده. طب هو ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه اللي حصل ان ايران لسه موجودة والنظام مستقر والقوات المسلحة بتدافع بقوة واستماتة عن ارضها وعرضها، وده نتيجة حتمية للغرور والحسابات الخاطئة لحجم وقوة وتاريخ الخصم، وده بالظبط اللي حصل في جاليبولي. وعلشان تعرف ان دايما التاريخ بيعيد نفسه، تعال احكي لك الحكاية من اولها. بدأ الهجوم البحري من قوات الحلفاء على القوات العثمانية في جاليبولي في 19 فبراير سنة 1915، وكانت القوات دي عبارة عن قوات بريطانية وفرنسية واسترالية ونيوزيلندية تحت قيادة وزير البحرية البريطانية وينستون تشرشل. أيوة، هو تشرشل اللي كان رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. المهم الهجوم ده ليه خلفيات وأسباب متعددة لازم تعرفها، وعلشان كده هاخدك ونرجع لورا شوية مش كتير قوي. في 2 أغسطس سنة 1914 وقعت الدولة العثمانية اتفاقية تحالف مع ألمانيا ضد روسيا، وده بعد 5 أيام بس من بداية الحرب. التحالف ده كان ليه أسبابه، منها حرب البلقان واللي خسرت فيها الدولة العثمانية كتير من أراضيها في أوروبا، وكانت بتمني نفسها باستعادة الأراضي دي بتحالفها مع ألمانيا وفوزها في الحرب. كمان خوفها من محاولات بريطانيا وفرنسا إنهم يستولوا على أراضي الدولة العثمانية ويقسموها ما بينهم بعد الحرب، وهو ده اللي حصل فعلا. من ضمن الأسباب كمان مساعدة الجيش الألماني للجيش العثماني وإمداده بالسلاح والعتاد وتدريبه وإعادة تنظيم صفوفه، وده قبل الحرب العالمية الأولى بسنوات طويلة، اللي خلى العثمانيين يثقوا في ألمانيا وقواتها المسلحة. وأخيرا خوف الدولة العثمانية من عدوها اللدود روسيا القيصرية، وده لأن روسيا دايما كانت بتنتظر اللحظة المناسبة علشان تستولى على القسطنطينية اللي هي دلوقتي اسطنبول، العاصمة الروحية للمسيحية الأرثوذكسية، واللي روسيا بتعتبر نفسها الوريث الشرعي ليها وللإمبراطورية البيزنطية. طيب كده عرفنا ليه الدولة العثمانية وقعت تحالف مع ألمانيا. كمان من أسباب معركة جاليبولي رغبة بريطانيا وفرنسا إنهم يساعدوا روسيا ويدعموها بالسلاح والمؤن والعتاد ضد ألمانيا، وده بعد ما قيصر روسيا نيكولا الثاني بعت للحلفاء يستنجد بيهم في حربه ضد ألمانيا وهجمات العثمانيين في القوقاز. هنا بقى دماغ البريطانيين قالت لهم إنهم لو احتلوا منطقة المضايق في وسط الدولة العثمانية وتحديدا مضيق الدردنيل يقدروا بسهولة إنهم يوصلوا لاسطنبول قلب الدولة العثمانية، ومعاها تنهار الحكومة المركزية وتستسلم الدولة العثمانية. يعني زي كده ضربة سريعة تنهار القوات ونستولى على اسطنبول ونرجع واحنا بنغني وده طبعا اللي على الورق، لكن الواقع كان مذل ومهين وبطعم الحنظل بالنسبة لبريطانيا العظمى. عايز اقول لك كمان ان من كتر غرور وينستون تشرشل وبريطانيا انهم وعدوا قيصر روسيا نيكولا الثاني انه لو صمد قدام ضربات العثمانيين والالمان لغاية ما هم يوصلوا لاسطنبول ويستولوا عليها هيدوا له اسطنبول هدية يضمها للامبراطورية بتاعته، حاجة كده ولا في الاحلام. نرجع بقى يا جميل لبداية الهجوم البحري من قوات الحلفاء. قاد الهجوم تشرشل على حصون الجيش العثماني على جوانب ومداخل مضيق الدردنيل، وده في 19 فبراير سنة 1915. الخطة الجهنمية لقوات الحلفاء كانت بتقول الآتي: ندخل بسفن الأسطول من البحر المتوسط لبحر إيجا ونعدي مضيق الدردنيل ما بين مدينة جنق قلعة وجاليبولي، هوب نلاقي نفسنا في بحر مرمرة، نسيطر على اسطنبول ونعدي مضيق البوسفور، وفي ساعات قليلة نلاقي نفسنا في البحر الأسود واللي سواحل روسيا الجنوبية الغربية بتطل عليه، وبس كده يا معلم خلصت الحكاية. طب ما هي سهلة اهي،
امال فين المشكلة؟ المشكلة في اللي جاي. ركز معايا بقى وشوف العظمة اللي عملتها القوات العثمانية في أسطول الحلفاء. لما بدأ هجوم الحلفاء على القوات العثمانية المتمركزة على جوانب مضيق الدردنيل، القوات العثمانية ما ردتش على الضرب، عملت ودن من طين وودن من عجين. والله زي ما بقول لك كده. طب خد كمان التقيلة، القوات العثمانية مش بس ما ردتش، لا دي كمان انسحبت من مواقعها بشكل مفاجئ. وهنا بقى يصدق حدث تشرشل بريطانيا انه كده خلاص زي ما احنا قلنا القوات العثمانية منهارة ومفيش مقاومة، والطريق مفتوح للعاصمة اسطنبول. تدخل سفن الحلفاء بكل عنترية وغرور الى مضيق الدردنيل، وهوب ضربة من اليمين من المدفعية العثمانية في جناح قلعة، وضربة من الشمال من جاليبولي. تقوم تجري سفن الاسطول لداخل المضيق علشان تصطدم بحقل هائل من الألغام البحرية المزروعة داخل المضيق. سفن تعطل وسفن تتصاب والهجوم يفشل، ويؤمر قائد الأسطول الأميرال البريطاني سقف الكاردن القوات بالانسحاب إلى خارج الدردنيل. وده لما شاف الهجوم ما حققش المطلوب، وإنه لازم السفن تقرب أكتر من اليابسة لدك حصون وقواعد العثمانيين على جانبي المضيق. المهم يعيد الأسطول تجميع صفوفه، ونظرا لسوء الأحوال الجوية يتأجل الهجوم لغاية منتصف مارس من نفس السنة. ونتيجة لصدمة الهجوم الأول الفاشل واستبسال القوات العثمانية في الدفاع عن مداخل المضيق، يصاب الأدميرال كاردن بانهيار عصبي ويتم استبداله بالأميرال دي روبيك، وده قبل الهجوم الكبير في 18 مارس سنة 1915. وفي نفس الوقت بعد تراجع أسطول الحلفاء كان في عظمة بيعملها الجيش العثماني. في ليلة 8 مارس من نفس السنة يقوم الكابتن حقي باشا قائد السفينة نصرت زارعة الألغام البحرية، ومعاه الرائد حافظ نظمي قائد مجموعة الألغام في البحرية العثمانية، والكولونيل جيه الخبير الألغام الألماني والمشرف على الجوانب التقنية وتحديد المواقع، يقوموا بإعادة زرع الألغام في مضيق الدردنيل بطريقة موازية للشاطئ علشان ما تكتشفهاش كاسحات الألغام التابعة لأسطول الحلفاء. وفي 18 مارس تتقدم سفن أسطول الحلفاء إلى داخل مضيق الدردنيل، ومع اشتداد القصف العثماني المدفعي من الجانبين تزيد سفن الحلفاء من سرعتها لداخل المضيق علشان كده تاني مرة تصطدم بالألغام الجديدة على طول الساحل وتغرق سفن الأسطول البريطاني والفرنسي، زي السفينة الفرنسية بوفيه واللي غرقت في قاع الدردنيل بعد حوالي دقيقتين من اصطدامها بلغم بحري، ويغرق معاها حوالي 600 بحري فرنسي. كمان غرقت السفينة البريطانية HMS اوشن أثناء محاولتها لإنقاذ السفينة البريطانية HMS إيريز ستابل، واللي غرقوا هما الاثنين نتيجة اصطدامهم بالألغام. كمان غرقت كاسحة الألغام البريطانية لوندي والمدمرة البريطانية HMS لويس. خد عندك بقى سفن خرجت من الخدمة نتيجة إصابتها بإصابات بالغة، السفينة البريطانية HMS انفليكسبل والفرنسية جولوا وسفرين. كمان خسر الحلفاء 8 غواصات من أصل 13 غواصة كانوا موجودين أثناء الهجوم. أما في الجانب العثماني فخسر العثمانيين سفينتين ومدمرة وعدد من السفن الصغيرة المخصصة للنقل. كان العقل بيقول بعد الفشل الذريع ده إن كده خلاص ننسحب ونعترف بالهزيمة وكفاية لحد كده ويا دار ما دخلك شر. لكن تقول إيه بقى للعمى الحيسي والغرور اللي هيودي صاحبه في داهية؟ يقرر وينستون تشرشل وزير البحرية البريطاني واللورد كيتشنر وزير الحرب بالاستعداد لعملية إنزال بري على طول سواحل جاليبولي. انت واخد بالك من عملية إنزال بري دي؟ مش بتفكرك بحاجة حاصلة دلوقتي؟ هنعمل إنزال بري على سواحل جزيرة خرج ونستولى على البترول. شوف يا أخي لما العشم يقتل صاحبه. المهم يبدأ الإنزال في 25 إبريل على سواحل جزيرة جاليبولي، وبالفعل يتمكن الحلفاء من السيطرة على عدد من المواقع المتقدمة، لكن نتيجة لجهل قوات الحلفاء بطبيعة التضاريس في الجزيرة واللي فيها الأراضي بتكون عالية جدا ومايلة بقوة ناحية البحر، تلاقي القوات صعوبة شديدة جدا في التقدم إلى الأمام داخل الجزيرة. كمان ضعف المعلومات الاستخبارية عن عدد القوات العثمانية وأماكن تمركزها داخل الجزيرة، كل ده أدى إلى تفاجؤ الحلفاء بقوة المقاومة العثمانية على الأرض بقيادة رئيس أركان الجيش العثماني مصطفى كمال أتاتورك. فاضطرت قوات الحلفاء لحفر خنادق على أرض الجزيرة، وقامت القوات العثمانية بحفر خنادق هي كمان على المرتفعات والتلال. بصراحة أنا مش عارف إيه حكاية الخنادق دي، كل واحد يتزنق يحفر خندق. المهم الخنادق بتاعت قوات الحلفاء كانت ضيقة وفي أماكن منخفضة ومكشوفة للقوات العثمانية، وكمان كانت قريبة قوي من خنادق العثمانيين. انتشر في خنادق الحلفاء الحشرات والقوارض والجثث، وتفشت الأمراض والأوبئة، وفضلت القوات العثمانية وقوات الحلفاء تضرب في بعضها من داخل الخنادق بدون أي تقدم على الأرض.
ويقال إن قوات الحلفاء ما قدرتش إنها تتقدم داخل الجزيرة إلا حوالي 100 متر بس، وده من قوة واستبسال الجيش العثماني في الدفاع عن أرضه بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، علشان أخيرا يصدر الجنرال البريطاني تشارلز مونرو الأمر بانسحاب قوات الحلفاء في 9 يناير سنة 1916. اتوصف الانسحاب ده بإنه الحاجة الوحيدة في الحملة اللي اتعملت صح وتم تنفيذها بدقة ونجاح، علشان تنتهي معركة جاليبولي بانهزام الأسطول البريطاني وقوات الحلفاء وإذلالهم بطريقة غير مسبوقة. كمان خد بالك معايا وعد كده النتائج والأحداث اللي حصلت بعد هزيمة الحلفاء من العثمانيين: 1. استقالة وينستون تشرشل من منصب وزير البحرية. 2. فشل قوات الحلفاء في توصيل الإمدادات والمساعدات لروسيا، اللي ساهم في انهيار الإمبراطورية الروسية واندلاع الثورة البلشفية. 3. تصدر مصطفى كمال أتاتورك للمشهد السياسي وبروز اسمه كقائد عسكري عظيم ونجاحه في تأسيس الجمهورية التركية الحديثة في وقت لاحق. 4. صمود القوات العثمانية في موقعة جاليبولي أخر انتهاء الحرب العالمية الأولى لحد سنة 1918، ولو كانت انهارت القوات في جاليبولي وسقطت اسطنبول كان قدر الحلفاء إنهم يوصلوا لروسيا ويساعدوها على الصمود قدام ألمانيا، وكانت الحرب انتهت بالضربة القاضية. أخيرا خسرت قوات الحلفاء بقيادة بريطانيا في معركة جاليبولي حوالي 300 ألف جندي ما بين قتيل وجريح، وخسرت الدولة العثمانية ما يقرب من 250 ألف جندي ما بين شهيد ومصاب. وكل ده علشان أرجع وأسألك سؤال نهاية كل فيديو: تفتكر هل الغرور والثقة الزايدة للحلفاء كانت السبب في الهزيمة، ولا استبسال القوات العثمانية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك كانت سبب الانتصار وإذلال الأسطول البريطاني والحلفاء، ولا السبب كان العظمة اللي عملها الكابتن حقي باشا وزملائه والسفينة نصرت؟ قولوا لنا رأيكم في التعليقات.